بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة جديدة، نقدر نقول بورتفيه. هو مدور وشيك قوي، ورغم انه صغير لكن تقدري تشيلي فيه فلوس او مفاتيح او اي حاجة صغيرة محتاجاها دايما معاكي. اول حاجة هنبدأ نرسم الباترون بتاعنا زي ما احنا متعودين. انا بستخدم المسطرة الزاوية او المسطرة حرف ال. الباترون بتاعنا بيتكون من 3 اجزاء. بعد ما اقص الباترون دلوقتي معاكم هقول لكم المقاسات بالظبط. زي ما احنا شايفين دول ال3 اجزاء بتاعة الباترون. الجزء الاول طوله 18 في 5، والجزء التاني 13 في 5، والدايرة دي قطرها طوله 10 سنتي. دي هنقطع منها على الجلد قطعة واحدة، ودي قطعة واحدة، والجزء ده قطعتين. هنا انا جبت قطعة الجلد بتاعتي، وهبتدي ان انا احط الباترون على الجلد وابتدي اعلم بالقلم. زي ما شفت انا رسمت من الدايرة قطعتين على الجلد، لكن الجزئين التانيين هقطع من كل جزء قطعة واحدة على الجلد. هبدأ بالقطر والمسطرة اقطع الجلد بتاعي بعد ما علمته. طبعا الدايرة دي انا برسمها عندي باي حاجة مدورة، اقدر ارسم بيها الدايرة على المقاس اللي انا عايزاه. او لو انت عايزة مقاس محدد بتبتدي تجيبي البرجل بتاعك، ومثلا يعني انا طول القطر بتاع الدايرة بتاعتي 10 سنتي، بفتح البرجل على نص الطول ده، يعني بفتحه على 5 سنتي، وببتدي اعمل الدايرة بتاعتي هيبقى طول القطر بتاعها كده 10 سنتي. بالنسبة للدايرة بقصها بالمقص. زي ما احنا شايفين انا كده قطعت خلاص الاربع اجزاء بتوعي. بالنسبة للقطعة اللي هي مقاسها 18 في 5، دي اللي انا بفتح فيها السوستة، بيكون طول السوستة 15 سنتي في 1 سنتي. المسافة من كل جنب 1.5 سنتي، ومن فوق 2 سنتي، ومن تحت 2 سنتي. هبدأ اجيب الكلة واحطها على الدوران بتاع السوستة عشان اعرف الزقها. هنا انا جبت السوستة، وزي ما انتوا شايفين كده ببتدي الزقها واحدة واحدة كده لغاية ما اظبطها. هجيب برجل العلام وافتحه على نص سنتي، وابدأ اعلم الدوران بتاع السوستة. وبعد كده هبدأ اعلم قطعة الجلد من الاربع اتجاهات زي ما احنا شايفين. هجيب برضو قطعة الجلد التانية وهبتدي اعلمها بالبرجل. القطعتين اللي قدامي دول هما دول السوفليه اللي انا بقفل بيه البورتفيه بتاعي، وهبدأ اجيب القطعتين المدورين واعلمهم بالبرجل علشان التخريم والخياطة. هنا انا جبت الشوكة، وهبدأ ان انا اخرم حوالين السوستة او الدوران اللي حوالين السوستة. زي ما احنا شايفين انا خرمت كده الجزء ده، فاضل الجزء اللي تحت هخرمه وارجع لكم تاني. كده خلاص انا خرمت دوران السوستة كله، وكمان خرمت الاربع اتجاهات اللي حوالين الجلدة. هجيب قطعة السوفليه التانية، وبرضه هبدأ اخرم الاربع اتجاهات.
هبدأ برضو اخرم القطعتين المدورين زي ما احنا شايفين. انا بخرمها بالسنبك اللي هو ال2 سن عشان يظبط معايا الدوران. قطعة الجلد اللي احنا شايفينها دي طولها 4 سنتي في 1 سنتي، دي انا قطعاها عشان هعلق فيها الجنش. وزي ما احنا شايفين انا عملت لها خرمين هنا عشان هخيطها في البورتفيه بتاعي. هبدأ اجيب الخيط واقيس الدوران بتاع السوستة. وزي ما احنا شايفين انا بضرب مقاس قطعة الخيط اللي انا قسته دوت في 3 عشان يكفي معايا دوران السوستة كله. هبدأ اخيط بالابرتين، وانا طبعا يعني بحاول ان انا اوريكم جزء من الخياطة عشان تشوفوا بس بنخيط ازاي. طبعا المقاسات اللي انا قلتها لكم دي مقاسات البورتفيه اللي انا عاملاه معاكم في الفيديو، لكن انتوا تقدروا تتحكموا في المقاس زي ما انتوا عايزين. يعني مثلا لو عايزين تصغروا حجم الدايره شويه، عايزين تصغروا السوفليه نفسه بدل ما يبقى مثلا العرض 5 سنتي عايزينه تعملوه 4 سنتي، مفيش اي مشكله، دي حاجه ترجع لكم انتوا. هنا انا خلصت خلاص الجزء دوت زي ما احنا شايفين. هكمل بس بقيه الجزء اللي انا ما خيطتوش ده. كده زي ما احنا شايفين انا خلاص خيطت السوسته كده كلها. ده كده الجزء التاني من السوفليه. انا بس عايزه اوريكم ازاي هركبه، هركب فيه الجنش ازاي مع قطعه الجلد اللي انا قصيتها. هخيط كده الجزء ده. طبعا انا مخرمه الجلدتين بالكامل، وحتى قطعه الجلد اللي انا معلقه فيها الجنش انا مخرماها عشان اقدر اخيط على طول. هنا انا بقيس بس الحته اللي هي الصغيره اللي هخيطها دي. زي ما احنا شايفين هبدأ كده اخيط الحرفين في بعض. هنا هجيب الجنش بقطعه الجلد اللي انا مركباها فيه، وهركبها هنا في القطعتين دول هخيطها. طبعا احنا بنظبطها ان هي تبقى في النص عشان يبقى شكلها شيك كده ومظبوطه معايا. زي ما احنا شايفين انا خلاص خلصت خياطه الجزء ده. هنا هجيب بقى القطعه المدوره وابتدي اقيس عليها الخيط. وزي ما قلنا هنضرب القطعه الخيط دي في 3. هنشوف بقى هنا مع بعض ازاي هركب السوفليه في قطعة الجلد المدورة دي.
زي ما احنا شايفين كل ما بنبدأ نخيط في جزء او نركب جزء بيبتدي يبان شكله اكتر. زي ما احنا شايفين هي الفكرة دي نفس فكرة الشنطة المدورة، وان شاء الله هنعمل فيديو مخصوص للشنطة المدورة نشوف مع بعض ازاي بننفذها برضو من اول الباترون بتاعها لحد التقفيل النهائي. كده انا ركبت الجزء الاولاني خلاص في السوفليه. هخيط بقى الجزء ده اخر جزء بقفل فيه السوفليه مع بعضه. ممكن السوفليه ده تقصوه اطول سنتي او 2 سنتي عشان لو في اي مشكلة نقدر نقص منه، لكن لو السوفليه قصير مش هنقدر نعالج المشكلة دي للأسف يعني بسهولة. كده خلاص انا خيطت الجزء ده. هبدأ اركب الدايرة اللي هي بتبقى اخر قطعة كده معايا في البورتفيه. طبعا انا لو المقاسات معايا مظبوطة التقفيل النهائي بتاعي بيطلع مظبوط، ما بيبقاش فيه مثلا السوفليه ما بيبقاش اكبر او اصغر من الحجم اللي انا عايزاه، فبتتقفل معايا بسهولة جدا. اهم حاجة مقاساتك مظبوطة وتقطيعك كمان للجلد بتاعك يبقى ايدك مظبوطة في التقطيع. كده انا خيطت خلاص الجزء ده زي ما احنا شايفين. هبدأ اكمل بس بقية الخياطة. كده خلاص انا كملت بقية الخياطة وكده قفلت خلاص البورتفيه بتاعي. ده كده الشكل النهائي. لو عجبتك الفكرة وعايزين تشوفوا افكار اكتر من الجلود الطبيعية ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.